رانا لحقنا المسقي، رانا لحقنا المفيد. دوكا لازم ندوقو، وشنو ندوقو بطريقه احترافيه، لا ديغوستاسيون. الي باه نذوقوا زيت بطريقه احترافيه كاين تقنيات. لا ديغوستاسيون نهزوا شويه زيت، عينه من الزيت في الكاس هذا. الكاس هذا مخدوم خصيصا سبيسيالمون لا ديغوستاسيون تاع الزيت. واش نديروا؟ الحاجه الاولى نخلطوه مليح، باه يطلق لي زارون تاعو، باه يطلق الشيء اللي فيه. نشمو، كي نشمو نشوفوا الفويتي اللي فيه، الحاجه اللي فيه هذا. كي نسبنوه مليح نوليو نذوقو. كي نذوقو راح نحسوا بزوج حوايج، المريره في البالي لهنا والحراره في الكرجومه. وهو قد ما يكون مر قد ما يكون حار. هذه خاصيه من خصوصيات الايجابيه للزيت. هذا اللي يمد للزيت النكهه تاعو، القوه تاعو اللي فيه. ومليح، حرك شوف، حرك مليح، شم مليح، خليه يحبس شويه. شم اجبد، شم اكسبيري انسبيري. شويه حس به هنا وحس له. اتس جود. عمي طاهر، انت وريت لي الطريقه الاحترافيه، انا نوريك الطريقه التقليديه. تبعني تشوف. هاد شو هادي هنايا. اها ما تقلقش. الله يبارك. تقلقش مازال. سيربريز. اللي وش كاين؟ شو يا بسم الله بسم الله. هذه هي الطريقة، هذه تاع صح. الله يربح. اتس جود. هذه هي وهذا هو. كانت هذه رحلتنا الاستكشافية لزيت زيتون عافية، ان شاء الله تكون عجبتكم. انا عجبتني. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والى الحلقة القادمة ان شاء الله. اتس جود.